الحمد لله. الحمد لله المنعم الكريم الذي كسانا ظاهرا بنعمه وأحيانا باطنا بفضله العظيم، وهدانا إلى طريقه بنوره العميم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجواد الرحيم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله النبي الفهيم، خير من حمى الحق الهضيم وكفل بالزكاة الأرملة واليتيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ذوي النهج القويم. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا نحدثكم اليوم عن أمر أنتم به سامعون، ولدلالته ومعناه أنتم مدركون، وإنما حديثنا عنه تذكير للناس وتنبيه للغافل وتحقيق لمعاني جديدة للمدرك. ثم إن الداعي إلى هذا الموضوع ما نراه من عوج في حياة المسلمين ومن غفلتهم وجهلهم بأسباب ما هم فيه من وجود فقر وتنامي الظواهر الاجتماعية الأليمة التي لم يكن جائزاً أن تعرفها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إني أحدثكم عن عبادة لا تقل أهمية عن عبادة الصلاة ولا عن عبادة التوحيد، بل إن المسلمين يتهافتون اليوم على عبادة الصيام وشهر الصيام والحج والعمرة، ولا يدركون أن الصوم والحج فرضا بعد الزكاة بزمن. إني أحدثكم عن عبادة الزكاة. نعم، الزكاة، تلكم العبادة التي لم تأخذ مكانها في قلوب المسلمين، خاصة الذين يجدون أنفسهم قد ولدوا لآباء وأمهات مسلمين. أما الذين يدخلون في دين الله بعد أن كانوا غير مسلمين فإنهم في الغالب يسألون عن المطلوب منهم من أركان حتى يأتونها ويطبقونها ليشعروا بعدها بشعور الاكتمال. أما المسلمون بالانتماء الوراثي فإنهم يشعرون أن الزكاة أمر على التراخي وليس على الفور والالتزام والحذر. إخواني المسلمين الصالحين، أخواتنا الصالحات، اعلموا رحمكم الله أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم على يده رجل أو امرأة أمر مباشرة بالاغتسال، ثم بشهادتين، ثم بحضور الصلاة معه وفي البيت، ثم إما أن تنفجر في قلب المسلم الجديد ينابيع الرحمة وشلالات الهدي الإيمانية، فيأتي بما زاد من ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوعا ومحبة وتقربا إلى الله. كيفهمها؟ غير كيدخل الإيمان لقلبه لأول مرة تيحس بأنه خصو يتقرب لربي، تيحس بأنه خصو يقسم مع الآخرين، ما حسش راه كاين مشكل في الإيمان. وإقامة دولة الإسلام أيضا كيفهمها هذاك الجديد، وإما أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة بذلك، مما يجعل المسلم يفهم من أول وهلة أن الدين صلاة وزكاة لا يفترقان أبدا، ولا يكون أحدهما إلا والآخر بجانبه يكمله ويدل عليه. ومن هنا نفهم لماذا نزل القرآن الكريم منذ العهد المكي. كتعرفوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي تبعت بعد 40 عام 13 عام هو في مكة كيتكلم غير على سيدي ربي سبحانه وتعالى، تيوريهم شكون هو مولانا، حيت هذاك هو البداية. ومن بعد غيهاجر وغيدوز غير 10 سنين في المدينة وغادي يتوفى صلى الله عليه وسلم، وذوك ال10 سنين غادي تنزل شرائع الزكاة والصوم والحج إلى آخره. فإذا في العهد المكي أولا كانت الزكاة، بمعنى كان يدعو القرآن المكي إلى العطاء والصدقة، وهو قول الحق في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ديك الساعة قال لهم إلا حصدتوا شي حصاد أعطيه للناس اللي دازوا من حداكم. هنا كنذكر دائما الناس اللي كيمشيو للمطاعم اللي كدير الماكله في
التروطوار يا ضرب السلطان يا غيره، كتاكل الشوا والفقراء كيدوزو من حداك، كدير راسك ما شتيهمش. راه ما عندكش الحق سيدي، هذاك راه الملك العام، راه شافك انسان او حيوان خصك تعطيه. قال ابن العربي في احكام القران: هي الصدقه المفروضه ديك الساعه في مكه. هذا راي ابن القاسم عن مالك في تفسير الايه. وقال مجاهد: بل هي الصدقه غير المفروضه. وقال ابن عباس: نسخت بالزكاه. مزيان. لكن قريت ابن كثير لقيت رايه احسن، عجبني. قال: وفي تسميه هذا نسخا نظر، لانه قد كان شيئا واجبا في الاصل. ملي قال لهم ربي آتوا حقه يوم حصاده في مكه، آتوا رفع الامر، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته، أي في المدينة ملي نزلت الزكاة. ما نزلت الزكاة السنة الثانية للهجرة، بعد الهجرة عاد نزلت تفصيل الزكاة، أما الزكاة راه كانت من الأول. أيها المؤمنون، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه يعبد بالقلوب، وذلك بالإيمان والعقيدة، ويعبد بالأبدان، وذلك بالصلاة والوضوء والصيام والحج، هو فيه العقيدة، ويعبد بالمال، وتلكم الزكاة والصدقات. ولكل عبادة معناها وفائدتها ومكانتها في دينك وتدينك. اعلموا رحمكم الله أن الزكاة ذكرها الرب تبارك وتعالى أكثر من 30 مرة في 30 آية، ولم يذكر القرآن الزكاة منفردة دون ذكر الصلاة إلا في آيتين. شنو هما؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فين الصلاة هنا؟ مباشرة رحمة ربك يعطيها لك يتقي، حيث الصلاة داخلة في التقوى والزكاة هي داخلة في التقوى، فلاش خصصها بوحدة لأهميتها. الآية الثانية: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، في سورة فصلت. يا رب السلام، راك فاهم المعنى. أما في تفسير في بقية الآيات كاين غير الصلاة والزكاة مباشرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة العيالات، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وفي هذا تفصيل: واش خصك تزكي على الذهب ديالك، واش كتبيع وتشري به، واش المجلس العلمي يجاوبك. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما كتلهيهمش التلفزة والبورصة والكرة. ثم اعلموا رحمكم الله أن أحدا من المسلمين إذا أدى صلاته وصام شهره ثم لم يؤدي زكاة ماله جحودا أي نكرانا أو حداثة أو حداثية، إنسان معاصر زعما، فإن إسلامه مخروم. ما نقولش لك ناقص أنا، لا، خلي ربي اللي يقولها لك، مخروم. بل إن بعض العلماء يعتبرون ذلك ردة وخروجا عن الدين إلا كان كيجحدها ما بغيهاش. ودليلهم في ذلك ما فعله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق. مالو؟ رفضت بعض القبائل الأعرابية بعيدة غيمة سيدنا رسول الله، تولى سيدنا أبو بكر الولاية، قالوا ليه حنا مسلمين ولكن الفلوس ما نعطيهمش لك، حنا محتاجين لهم. اش قال لهم؟ هز السيف، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. باقي كلامه كيتكلم: والله لو منعوني عناقا، العناق هو أنثى المعزة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. رواه البخاري. نعمس. وفي رواية: عقالا أي حبلا، إلا منعتوني غير حبل كنتو كتعطيوه للرسول غادي نقاتلكم عليه. علاش قال هكا؟ لأنه يفهم أن الإسلام لا يتجزأ. ما كاينش إسلام فيه غير الصلاة واللحية والفقية والصلاة العيد والعمرة. لا سيدي، راه المجتمع ما يوقف إلا بالفلوس. خلى واحد السيد قال لك هم الاسم الله الأعظم في هذا الزمان. لكن سورة التوبة سوف تسدد الفهم وتبين الهدف من الزكاة والحكمة. فمن رحمة الله هذه الآية اللي غتسمعوا، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيغة بالأمر،
قال ابن عربي، ماشي ابن عربي، ابن العربي الفقيه، قال لك اللي قال بان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كيفهمش لا اللغه العربيه ولا الدين، راه كاين اللي ينوب عليه اللي هو امير المؤمنين او الولي الى اخره. فاوضحت الغايه هذه الايه من تشريع الزكاه، الا وهي التطهير والتزكيه، جوج الحوايج. فما معنى ذلك؟ المعنى توضحه اللغه العربيه. فالتطهير معنوي هنا، اي الزكاه اذا اخرجها المزكي المؤمن فإن نفسه تطهر من مرض نفسي خبيث. عندك صحابك راه غير حيت كتجي المسجد راك ما فيكش أمراض نفسية، لا أنت ولا أنا، راه الأمراض النفسية تبقى معك حتى تموت. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. اعبد ربك أي طرد من الأمراض النفسية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر مرض. إذن هذا هو. إذن الزكاة إذا أخرجها المزكي تطهره من مرض نفسي خبيث، وهو الشح والبخل. ذلك لأن البخل المرضي، كاين اللي كيسحب راسو كيعطي شوية فلوس للفقراء في فروج، كيقول لك راه أنا ماشي بخيل، لا زي راه إلا جينا نشوفوك مزيان راه غتلقى واحد المستوى من البخل باقي. قال عدم الإيمان، شنو هذا المرض؟ شنو التفسير ديال هذا المرض؟ عدم الإيمان بقدرة الله على الإرزاق، وعدم الفهم عن الله أنه هو المالك الحقيقي للمال اللي عندك، وأن الإنسان ليس إلا خليفة مؤقت فيه. فهم ذلك إلا شتي شحال واحد مرض، شي مرض خايب ولا مات ليه كذا ولا ضاع عليه كذا، فكر مزيان علاش. لذلك فلا شفاء له من المرض ومن الخوف المرضي إلا بالتمرن على العطاء وإخراج المال لأهله، وبذلك يحصل له اليقين في ربه ويعيش مطمئنا غير خائف من الفقر أو الحاجة. وعجبا من الناس اليوم، الكثير منهم يلجؤون إلى أطباء ليعالجوهم من أمراضهم النفسية وكذا الجسدية، ولا يعلمون أن شفاءهم في الزكاة. قال القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 2. أما قوله تعالى تزكيهم بها أي تطهرهم، لكن لها معنى ثاني للتزكية في اللغة العربية، وهو النماء والزيادة. الزكاة هي الزيادة، أنت تعطيه والفلوس كيتزادوا. فالزكاة عند العرب النماء والزيادة، وبذلك تكون الزكاة وسيلة لزيادة الخير عندك وليس العكس. قالت سورة سبأ وما أنفقتم من شيء، شكون كيتكلم فيها؟ سيدي ربي سبحانه اللي عنده كل شيء، عنده تصحتك، عنده عينيك، عنده بصرك، عنده وليداتك، عنده كل شيء، يملك كل شيء، يملك السمع والأبصار والأفئدة، يملك هداية أبنائك أو شقائهم معك، يملك هداية الباترون ديالك وهو. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، زيد وهو خير الرازقين، وليس البخل هو خير الرازقين. الآية الثانية وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الزيادة هذا الشيء أسرار، حيث المسلم أو الإسلام بشكل عام راه أسرار، بلا ما تمشي للهند تقلب على الأسرار. أنت اللي صليتي واللي توضيتي كلك أسرار، كلك قوى روحية تفتح بها الكون. الجود، قالوا الوجود ينفعل بالجود، أبو العباس السبتي رحمه الله في مراكش، بالجود ينفعل الوجود، كل شيء كيتحرك بالجود. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره، إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره، رأي أديك المال أديك. والسؤال هنا، وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، خليوا السؤال الخطوة الثانية، حصنوا أموالكم بالزكاة. بغيتي تقاد فلوسك، بغيتي تحميهم فلوسك، حصنهم بالزكاة. وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. رواه أبو داود. وليس بعد بيان رسول الله بيان. اللهم احفظنا يا ربي، اللهم اشفنا يا ربي، اللهم ارزقنا التقوى يا ربي، اللهم ارزقنا القدرة والإيمان بفعل الزكاة يا رب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله كما ينبغي له، والصلاة والسلام على من ينبغي له صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. ثم قال رسول الله، بقي الحديث رواه مسلم: يمين الله ملأى. سيدنا الرسول الله كيتكلم، قال لك يمين الله عامرة لا يغيضها سحاء الليل والنهار، ما كتنقش داكشي اللي عند ربي ما كينقصو الا ليل لا نهار. أرأيتم ما أنفق منه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض من يمينه شيء. يعني ملي شحال ربي كيعطي من نهار خلق السماء والأرض، واش نقصات خزائن السماوات؟ اش غادي يدير؟ غيهز مننا ويعطيك مننا. بل يقول للمالك بارك، هو ربي كيأمر الفلوس باش تبارك. قال لك اليابانيين جاو داروا الدراسه للمغرب، خرجوا قالوا ما يمكنش. كيفاش كنشوفوا الحساب ديال داكشي اللي كيدخل المغرب وشنو اللي كيخرج، وهاد الخيرات اللي موجوده عقليا علميا حسابيا ما يمكنش، حيت ما عرفوش السر اللي هو القرآن العظيم وحملة القرآن العظيم وأطفال القرآن العظيم والإيمان اللي في قلوب المسلمين المغاربة رضي الله عنهم. أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقات. الله يقبل الصدقات. سعداتك إلا قبل عندك ربي الصدقة، ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهره أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد جبل. هذا سيدنا رسول الله قال لك ربي لا قبلها منك تكون هي قد اللقمة، تمشي لهي تلقاها قد جبل أحد. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتكلم. ولكن الله يقول أيضا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آل عمران. ما عطيتيش الزكاة، داكشي الفلوس ديالك كل ما تهزهم يوم القيامة على دراعك، غيعطيك ربي القوة والعياذ بالله. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ترهيب كيرهب كيندر اللي ما كيعطوش الزكاة كثيرة، ما نسمعكمش إياها والعياذ بالله. أيها الصالحون، إن زكاة الأموال هي التي تحقق التكافل الاجتماعي. أنت كتصلي تما في الجامع وحدك واحد محتاج وما قدرتيش تعرفه، وأنت ربي عاطيك الخير، خصك تقلب عليه وتسول عليه. هذا هو التكافل. وإلا رحمتي يرحمنا ربي كاملين. وإن كثيرا من جرائم اليوم لم تكن لتقع لو أخرج الناس زكاة أموالهم لمن يستحقونها. وإن كثيرا من وضعيات الناس غير الصحية أيضا، مثل عزوف الشباب عن الزواج، وظهور العنوسة والفساد في الرجال والنساء. واش المرأة عندها 40 عام باقا ما تزوجتش؟ راه غير قلت 40، هما في الأصل 22 20 باقا ما تزوجتش، راه مشكلة. فكيف بال50؟ راه هادشي كيضرنا كاملين. زيد وظهور العنوسة والفساد وما يتبع ذلك من أبناء غير شرعيين، طهر الله مسامعكم، وما يتبع من شقاء وعنف وسجون، الحبسات عمرو، ودموع وطلاق وكراهية وضيق عيش. زيد من عندك. كل ذلك ستحل محله الزكاة، الدواء الإلهي. لو كان للناس إيمان. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في واحد الحديث 50 كيتعود منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قال لك: إلا منعتوا الزكاة ما تطيحش الشتاء. والسؤال هنا: من يستحق الزكاة؟ بسرعة الجواب في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية: الفقير الذي لا يملك شيئا أو لا يملك الضروري لسد حاجاته، هذا هو الفقير. ما عندوش باش يسد، عنده 4 الأولاد، وانت كتقول لا خصني نعطيها غير لذاك اللي مهرس اللي عور اللي بعيد اللي عنده ضروريات. علاش كنتكلموا ماشي البورطابل بالنسبة لعامة الناس. ثانيهم المسكين من يملك أكثر من الفقير لكن لا يكفيه. عندك خوك لست مجبرا على، انت ما كتعولوش، ما تعطيش الزكاه لباك وامك، اعطيهم. خلا واحد السيد قلت له: راه الوالد ديالي لقيت زمان هذا، قلت له عندي واحد البيت كبير ومصوب وانا مقادو فيه مكتبتي، داك الشيء مزيان غنجيب ليه الوالد. قال لي: عزكم الله هذاك البيت حط فيه الكلب ديالك. قلت له: نعم سيدي. قال لي: غتخرج من البيت النعاس ديالك وغتشري لنا موسيه جديده وتحطها باك. ثالثا العاملون عليها اللي كيخدموا على الزكاة، الذين يجمعونها لدفع رغبات النفس لديهم. الناس اللي كيمشيو يجيبوا الزكاة، الإسلام قال لك
أعطيهم من باش ما يمشيش نفسه يبدا يخون. رابعا المؤلفة قلوبهم، من نعطيهم ليدخلوا الإسلام أو لأمن شرهم، ويدخلوا في هذا بناء المدارس والمستشفيات لأهل إفريقيا. الأفارقة كيمشيو نبنيو لهم تما، المسيحيين اش كيديروا؟ كيمشيو يبنيو لهم ويجيبوا لهم الروز والثوب الخشن ويدخلوا في المسيحية. ما انت معك، انت واخا تكون فيك حتى الكونفوشيين انت معك وكلني. فهنا تمشي فلوس الزكاة ولا شي افريقيا، راه الا عندك حتى في العروبية ديالكم احسن. خامسا الرقاب، زمن العبيد كتحرر به شي عبد. سادسا الغارمون، كالذي يتحمل دية قتيل وعجز عنها، شي واحد عنده الدية يعطيه، أو أفلس في تجارته جاته الفايات، علاش ما تعطيش الزكاة؟ أو من استدان لحاجته، مشى خدا الفلوس باش يؤدي الحاجة ديالو. سابعا في سبيل الله النفقة في الجهاد، قال العلماء إذا كان الجهاد والأحناف وسعوا الدائرة إلى المصالح الشرعية، فين ما كانت شي مصلحة شرعية يمكن تعطي فيها الزكاة. وهنا ملاحظة، كثرنا من بناء المساجد. أنا نقولها لكم، حديث واحد اللي بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ما شتيش انت من بنى إنسانا تيقول لك حرمة المؤمن أكبر عند الله من حرمة الكعبة. بني مؤمن حداك مسجد جامع واحد خاص يكفي، واحد مسجد كبير جامع. إذن علاش ما يتعطاش؟ ثامنا ابن السبيل المنقطع عن بلده ويريد العودة إليها وليس معه ما يبلغه من أموال، أعطيه. هنا كنفتحوا قوس الأفارقة ويكثروا في المغرب، هذاك الشيء ديال الدولة، شأن المجتمع اللي كتكون فردية حاجة أخرى. ثم هناك ما يجب علمه. قال مالك يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها، تعطيه الزكاة. عنده المسكن وعنده الخادم وعنده الدابة اللي ضرورية، اللي هي البشكليطة ولا الموطور. انت شتي غير هكاك ما عندوش باش يخلص لاسيرونس، والا غادي يعودوا معطل في الطريق على زين خلقنا في الحافلات. قال عمر اذا اعطيتم فاغنوا، اللي عطيتيه الزكاه ما تعطيش خبزه، غنيه واحد، غنيه. ثالثا يعطى القوي الذي لا يقدر على الكسب ولا صنعة له، فقد يكون قويا لكنه أخرق اليد ولا يحسن العمل، ما كيخدمش، ما كيعرفش يخدم مزيان، ما كيجيب ولا هبل شويه ولا مونغوليان ولا واخا قوي الجسد ما يهمك. رابعا من له حرفة ولا يملك آلة، قال الفقهاء بناي وما عندوش شي آلة اللي تعاونه، أعطيها له باش يطور العمل ديالو وباش يجيب فلوس. خامسا يعطى من له عمل وحرفة لكن السوق كاسدة. اليوم السوق كاسدة، كاين الغلا، راه الناس مقهورين. نسأل الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة والسلام على مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من أهل الزكاة، اللهم وفقنا لإخراج الزكاة، اللهم لين قلوبنا لفهم الزكاة وإخراجها، اللهم تقبل منا الصدقات والزكاة فأنت الكريم المتكرم بها علينا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب. اللهم احفظ أبناءنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ أبناءنا من كل شر يا رب العالمين يأتيهم من داخلهم أو من خارجهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أنشئهم نشأة حسنة وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم خير خلف لخير سلف يا الله. اللهم أعد للمسلمين عزتهم، اللهم أعز للمسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين وأعلي رايتهم في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظهم من أعدائهم، اللهم غلبهم على أعدائهم يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا. واحد من الناس اللي مكلفين بالمسجد طلب مني وانا جاي منكم تدعوا ليه مع ولد عمه فيه المرض الخبيث. اللهم يا رب بحق الجمعة ومن يذكرك فيها وبحق القرآن العظيم وبحق هذا الشهر العظيم، اللهم شافيه شفاء لا يغادر سقما،
واشفي كل مريض يا ربي ومريضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمن كل أخ خائف، وأطلق سراح كل مسجون يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه. اللهم أغدق عليه الخيرات من باطن الأرض ومن خارجها ومن السماء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب تقبل منا ما فعلناه في رمضان. اللهم ألحقنا برمضان القادم سالمين غانمين. آمين آمين. اللهم احفظ ملك البلاد محمد السادس، وانصره نصرا تعز به الدين. اللهم يا رب أعينه على نشر الحق والعدل واليقين. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. احفظه في ولي عهده للمولى الحسن، وشد عضله بأخيه المولى الرشيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.